سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبأحوال جيدة. مرحبا بكم في قناتكم HN وفي فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم تجربتي مع لو ديفروسور ولا سنترال فابور بجوج تقريبا ارخص ما لقيت في لو سيت ديال جوميا. لو ديفروسور من لا مارك كرولر، الثمن ديالو 279. كيجي فيه لو ديفروسور، لو ريزرفوار، لا بروس وهاد التيو، وفيه لو فلتر انتي كالكير في الداخل ديال الريزرفوار. التركاب ديالو ساهل، فاش كتشعلوه كيبقى كيكلينيوتي، يعني كيف تشوفوا الضوء وقف راه سخن. من بعد كتبركوا على هاد لو بوطون باش تبدلوا لا فابور، واش بغيتوها كثيره او قليله. المهم راه كلشي واضح في الفيديو. هاد التيو اللي كتشوفوا هو في حالة الا بغيتو تسافروا، بلاصه ما تاخدوا لو ريزرفوار يبقى شاد لكم البلاصه في لا فاليز، كتديو معاكم غير لو ديفروسور او لو تيو، وفين ما كنتو تشريو قرعه صغيره ديال الماء باش تستعملوها بحال شي ريزرفوار. المنتوج الثاني اللي هو لا سنترال فابور ديال لا مارك توروس، شريتها ب 600 درهم. الريزرفوار ديالها فيه ايترو، وحتى هو فيه لو فلتر انتي كالكير في الداخل. فاش كتشعلوا لا سنترال فابور كتسناو حتى يشعل الضوء الثاني اللي مصور حداه البخار، تقريبا شي 40 ثانيه. الضوء الثالث الى شعل يعني جوج الحوايج: اما لو ريزرفوار ما دخلتوش مزيان في بلاصتو، واما ما بقاش فيه الماء. هنا كتبركوا على البوطون الفوقاني باش تبلوكيوه على لا فابور، والبوطون الثاني باش كتحبسوا لا فابور. هنا كندير تجربه على هاد لو دغا اللي كيف ما شفتوا مكمش بزاف، وراه كلشي واضح. تدويزه وحده كافيه باش تحصل على نتيجه مرضيه. بالنسبه لو ديفواسور فبلا ما نقول شي حاجه راه كلشي واضح. كنظن بلي هاد الماركه ما مديوراش باش ديري الغوباساج افقيا، حيت كيخرج الماء بزاف وما صلحت ليا والو، وزعما راه حاولت معاها.
هنا الجهه ديال لا سونطرال فابور مصلوحه مزيان واخا طويت لي زار على جوج. المهم درت تجربه اخرى باش نشوف واش هاد ديفروسور كيصلح عموديا ولا غير ضيعت فلوسي على والو. وكيف ما كتشوفوا راه صلح مزيان، يعني هاد الماركه مزيوره باش تصلح عموديا ماشي افقيا. بالنسبه لا سونطرال فابور واخا في الاشهار كيبينوا انك تقدر تصلحي بها عموديا، فانا ما قنعتنيش. هي كتصلح ولكن ماشي بنفس الجوده فاش كتصلحي بها افقيا، وما مريحاش نهائيا. لو ديفروسور كرولر كيصلح مزيان عموديا، بالاخص الا درتو ليه لا بروس ديالو حيت كتعاون بزاف، ولكن كياخذ الوقت. الا قارنتو مزيان القميجه ديال الجين راه صلحها مزيان حسن من لا سونطرال فابور. بالنسبه ليا الا خيروني ما بين لو ديفروسور ولا سونطرال فابور فاكيد غادي نختار لا سونطرال فابور، كتصلح بسرعه والمساحه اللي كتصلح كبر من لو ديفروسور. ماشي بالضروري تكون لا مارك توروس، ولكن هي ارخص منتوج اللي لقيت في جوميا. لي مارك الاخرين كيبداو من 1200 درهم. لو ديفروسور كيبقى هو الحل الانسب الا كنتي مسافره. ما بين الاشياء اللي خصكم تردوا ليها البال فاش تبغيو تشريو لا سونطرال فابور او الديفروسور هو شحال تاع الغرام في الدقيقه. كل ما كان الرقم كبير كل ما غادي يصلح لكم مزيان. مثلا توروس البخار اللي كيخرج منه هو 90 غرام في الدقيقه، وكرولر 23 غرام في الدقيقه. الحاجه الثانيه المهمه هي لي بار، على الاقل خاص يكون فيه ما بين 4.5 و 5 بار. وثالثا هو عدد ديال لي وات، كل ما كان الرقم كبير كل ما كان يكون احسن. بالنسبه للتوروس فهي لا سونطرال فابور اللي عندها اقل الغرامات في الثانيه اللي لقيت في جوميا، وكيف ما شفتوا راه كتصلح مزيان. يعني الا خديتو شي ماركه اخرى اللي عندها الغرامات اكثر من 90 في الدقيقه فاكيد الجوده ديالها غادي تكون احسن، ولكن خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار ان الثمن غادي يكون مرتفع على الثمن ديال التوروس. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون فادكم. نلقاكم فيديو اخر ان شاء الله وتجربه اخرى. السلام عليكم.